مشاهدين قناة نيشان الآن، مرحبا في هذا البث المباشر. اليوم سابقة في الأوان ديالها صراحة أنه أحد الجمعويين الغيورون على وطنه، غير على بلاده. يعني اليوم بعد ما الإضرابات اللي كانوا هذه الأيام، إلا كنتفاجئوا اليوم أنه أحد الجمعويين بحكم الغيرة ديالو على الوطن ديالو كيقدم ولده العدالة من اجل الشغاب اللي كتعرفوا بلادنا هاد الايام. سي يوسف المعروف بالصراحه ديالو، المعروف بالنزاهه ديالو، كما تيقولوا الاسد، اسد ديال الواحد سيدي ابراهيم، ولكن بالفعل الاسد. حنت اليوم قدم هديه، يعني قدم ضحيه ولده، انه باش تقدم ولدك العداله يعني هذا كيحسب له، لانه هو شعاره كما تيقول الله الوطن الملك، هو الشعار ديالو. هو ما كيهموش اللي كاع اللي بيخرب البلاد هو ضده. هو كنعرفوا بانه هو بعدا اصلا فاعل جمعوي كيعطي الناس المواد الغذائيه باثمنه اللي هي جمعيه الوزعه. اليوم خلينا من الوزعه، اليوم كنشوفوا اللي قدموا له العداله. سي يوسف، يعني اش اللي خلاك تقدم الابن ديالك العداله؟ تحيه للاخ سي تحفي، بارك الله فيك، مشكور. معكم يوسف صقر اللي معروف بالحاج الوزيعه. ودي العداله الحمد لله، حنا كانت لقينا مكالمه من عند الداخليه ان كاينه وقفه يوم السبت، لا عفوا، يوم الخميس. ويوم الخميس، والحمد لله احنا كفاعلين جمعويين وقفنا باذن الله مع ايجاد الدرك الملكي. وقفنا المظاهره في بالعقيد، لان بالعقيد تبارك الله معروف بالامن، ومعروف بالهدوء ديالو، معروف ان ما كاينش المهم ما عندناش. كنتفاجئ الولد ديالي اللي نوصل بي انا حاليا، اللي حنا يعني اش نقول لك، الله المستعان. لا ما يمكنش حنا غادي نخربوا المحلات التجاريه ديال الناس، نخربوا السيارات ديال الدرك الملكيه او البوليس، نخربوا الابناء. ما بقاش مسيره سلميه. ملي كانت سلميه الناس كلهم كانوا متعاطفين معكم، لكن ولا التخريب، ولا كتخربوا في بلاد عباد الله، تخربوا في ديور عباد الله. قري ولدك، وري ولدك، واللي وعيه ان ما يخرجش المظاهره، لكن اللي خرج، اللي دار الذنب يستاهل العقوبه. يعني يوسف يعني ديك الحنان ديال الابوه، ويعني والله العظيم اش يضرني في قلبي راه ولدي، والله العظيم الله اللي كيعمل عسير باش كيدير. لكن اي حاجه من اجل الوطن كتهون، اي حاجه من اجل سيدنا كتهون. لان حنا راه قلنا لكم الاخوان، ملي كنتو خرجتوا بمطالب مشروعه ديالكم كانوا الناس معاطفين معكم، لكن ملي وليتوا كتخربوا وكتهرسوا ما بقاش تعاطف. دابا راه اللي شدوها الاخوان، العيالات، الرجال، شدوا ولادكم، راه كاين 5 15 20. واحد النداء غنوجهوا للمسؤولين، وغنوجهوا نداء هذا خذوه بعين الاعتبار. الويل الامن مراكش، حاولوا تعرفوا المنافذ ديال الفنيد، لا دروغ ملي كيدخل. راه مراكش ما كانش فيه الفنيد، كنعرفوا في الوقت ديالنا حنايا كتلقى في الدار، انا في الدار البيضاء كتلقى واحد اللي كياكل الفنيد اولا جوج. الدار البيضاء بلاتي يقول لك الدار البيضاء طلعت بالفنيد، الدار البيضاء طلعت بالفنيد. مراكش ما كانش فيه الفنيد، ما كانش فيه القرقوبي. دابا حاليا ولا القرقوبي بكثره. انا عارف هذا الفيديو يضرني، لكن لا، واخا نتعدم قلت لك انا ما كيهمش. حاولوا توقفوا الظاهره ديال الفنيد، عرفوا المنافذ ديال الفنيد ملي كيدخل الفنيد القرقوبي ملي كيدخل، لان الدري ما يكونش الهدوء. كاين الفنيد، اللي كاين الفنيد يقتل امه، يقتل باه. حاولوا تكون واحد اليد من حديد يتفادوا هذا الشيء. لا، خص الباب ديال الفنيد خصو يتسد. مراكش ما كانش فيه. واش هذا هو السبب ديال ابنك اللي خلاك؟ لا ابني الحمد لله انا في التقدير لا، لكن كنعرف، انا عارف. لا شوف، انا من الضحايا ديال انا هادشي خصني يعرفوا دابا شحال واحد غلط فيا انايا. انا من الضحايا ديال هذا الباب. اكبر خطر للمغرب وهو الفنيد. الا بغات تكون الادمان ديال الفنيد، لانه هو اللي كيدير كل شيء، يقدر يقتل مو، يهرس السيارات، يحرق الابناء، كاين اي حاجه. لهذا حاولوا واحد اليد من الحديد توقفوا الظاهره هذه. واخا نعرفوا انا بعد البزنازه غادي، ولكن ما يهمش، واخا نتعدموا ما كيهمناش. يعني انت من اجل الوطن، من اجل الوطن، هذا الشيء اللي كاين. يعني ولدي انا نقول لك واحد القضيه تحفي، هي تصارى. انا كعانيت معاه مده، هي تصارى. ملي كتخرج كتطلب مطالب مشروعه، علاش كتخرج؟ العيش كريم. على ولدي خصو شي حاجه، ولدي لا اش خصو ولدي انايا صراحه. يعني لكن لو وفرت لي ما وفرليش شي حد، لكن هذا التصارى والقباحه، واللي غيكون بغى يهرس الممتلكات ديال الناس، هذاك راه خائن الوطن. هادشي اللي كاين. يعني فاش كتنصح هذا الشباب ديال واحد القضيه كنشوفوا بعد رجال الشرطه كيطلع الشباب
السياره ديال كيطلعوا لتحقيق الهويه من حقه. ماشي غادي راه بغي كيطلعوا كيقول علاش كيطلعوا بحق تحقيق الهويه. ما فيها باس. راه خصو يدير الدور ديالو. ماشي تقول لي علاش كيطلعوا الناس علاش كيديروا. لا راه كيطلعوا باش يعرف شكون هو وحده. حنا لقينا وحده من الجزائر، حنا لقينا وحده وحده من البوليساريو. ناس كاين هنا كيمولوا في مراكش، كيمولوا هاد المظاهرات باش هادشي، لان بلاد ديالنا حنا كيحزنوا عليها. راحتوا الربيع العربي الحمد لله حنا ماشي مراتش عندنا حنا. علاش؟ لان المغاربه رغم الخلافات الناس كيحبوا بعضياتهم. الشعب تيحبوا ملكهم. هادشي شوف، هادشي غادي يوقف باذن الله. هادشي هذه موجه ودايزه باذن الله. هادشي ما يبقاش باذن الله، لانه شعارنا حنا راه معروف، شعارنا الله الوطن. والله العظيم شوف فيا هادشي، هاد المطالب اللي المطالب اللي حط الشعب راه تخاطب عليه الاعتبار ويكون تحسينات. لكن ملي كتولي تهرس وتولي واش واحد مسكين داير محل ديالو بغا تهرس وليه واحد السياره شراها كريدي كتهرس ليه فيها؟ واش ماشي حشومه هادشي هذا؟ ايوا حنا الناس مابقاوش معاكم، الناس غتحد معاكم دابا، تحد معاكم. راه قلت لك انا ولدي ديتو العداله، ولدي ديتو العداله ديوه. هادشي اللي كاين. واش اللي خليك تقدم ولدك يعني باش يبقى يكون عبره لان هادشي حنا ما بغيناش التخريب البلاد ديالنا. راه بلادنا فوق كلشي، بلادنا يعني مالكنا فوق كلشي مالكنا. واخا غادي يكون تعليقات ديال بعض الناس كذا شوف هادشي ما فيه المحل. هادشي هذا اللي دار الدم يستاهل العقوبه، اللي بغى يكون. يعني هذا ماشي هذا انت الحكم الغير لملكنا والوطن ديالنا خدمتي ولدك العداله. هادشي ما فيهش اللعب، هادشي لان هو ما بغاش وراه مع ذلك راه يتصارى هذيك كتصارى. خصو شنو خصو والو يتصارى مع بعد. ايش الرساله اللي توجه الناس ديال المجال القروي في بالعكيد هذا الشباب؟ المجال القروي خصكم تعرفوا بالعكيد اي حاجه اي اسم غادي يخرج من المظاهره الا غتكون الاسم ديالو تماك، لان هنا كاينين ناس خاصين بهذا الشيء هذا مضامنين. حنا الحمد لله حنا بالعكيد حنا وقفنا بروسنا، باش وقفنا المظاهره وقفنا بروسنا يوم الخميس، وقفنا ما كاينش الحمد لله الا البارحه تخفلنا وصافي. تخفلنا البارح واحد الموجه صغيره. هادشي اللي كاين. سي يوسف، يعني صراحه والله الا شي كيحس في الناس انه الناس كتسال دابا تقول بان ولدك قدمتي العداله، يعني هذا واش حبا للوطن حبا للملك انه يعني صراحه استطعتي انه تدفع ولدك يعني الكاد؟ والله العظيم السيد التحفي انا ضرني داخل ديالي الله كان بهادشي هذا ضرني. لكن السيد التحفي والاخوان المغاربه كاملين راه ما بغيتش انا ولدي يهرس السيارات يا عباد الله. ما بغيتش انا ولدي يدخل يحرق بركه. ما بغيتش ولدي اللهم نقدموا دابا حالي ويتحبس ولا حتى يدير المشكل. يعني ولدك راه باقي صغير ربما. باقي صغير دابا راه هادشي. شوف حنايا الله اللي كيعلم راه هادشي ضرنا، لكن ما عندنا ما نقولوا. اي حاجه كتمس البلاد ديالنا كنلاقيوها بالاعدام. هادشي اللي كاين. حنا قلنا انا القضيه كنأكد عليها المسؤولين، السيد والي الامن، السيد والي الجهه، الله يجزيكم بخير. حاربوا الظاهره ديال لا دروغ الفانيد، حاربوه، عرفوا المنافذ من كيدخل. هاد الظاهره ديال الا بغيتو مراكش يزكا، لان هذا الشيء ما كانش مراكش. الدار البيضاء كان فيها، انا ولد الدار البيضاء، كان كتلقى 1% كيتقرقب. بهذا المعنى سمحوا لي نخرج بهذ الالفاظ. دابا حاليا راه كلشي كيتقرقب، كلشي جنويه بدون ما خصك ليه فردي. خصوصا بالعكيد المجال القروي. لا بالعكيد لا، كنهضر على الماء بالعكيد الحمد لله. هنايا بالعكيد هنايا الدرك الملكي هادشي حابسينه هنايا. كنهضر كيجي هادشي من مراكش، كيجي مراكش. على اي هذا الفيديو راه واضح. وحنا كل حاجه حنا عندنا تهديدات من عند الناس اللي ضدنا، والحمد لله حنا يعني نضحي بعمري لقب الوطن. يعني شعارنا اللي هو واحد الله الوطن الملك. شكرا سي يوسف. هذه سابقه في التاريخ انه انت بحكم الغيره ديالك قدمتي ولدك العداله. تحيه لك من هذا. بارك الله فيك. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، كان معكم السي يوسف تاغار المعروف بالوزعه، الحاج الوزعه اللي عزيز عليه هو الخير وكيعمل الخير، ومن اجل هذا وعزيز عليه الوطن ديالو، اللي هذا خلى انه يضحي بولده من اجل الوطن.